هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم اسهل والذ طريقه لشوربه البروكلي على طريقه المطاعم، طعمها بجد يخطف القلب، وكمان هنعملها بطريقه صحيه. يلا بينا. هنجيب توم ونشوحه بزيت زيتون، وبعد كده هننزل عليه بالبروكلي وفلفل الوان وجزر متقطع. مش مهم عندي التقطيع يكون كبير او صغير، كده كده احنا في الاخر بنضربها كلها بالبلندر. وبعد كده نيجي للسر بقى والتريك بتاعتنا، ان احنا بنحط شوية شبت. دول يا جماعة بيخلوا ريحتها وطعمها في حتة تانية بجد، يعني طعمها فعلا بيكون يومي قوي، طعمها بيكون عظيم. بعد كده انا حطيت معلقة دقيق صحي، معلقة دقيق براون، ممكن نبدله بمعلقة دقيق ابيض. وهنحط ملح وفلفل، وبعد كده هنحط مية ومرق دجاج، وهنا دول اختياري، ممكن نبدلهم بشوربة لو متوفر عندك شوربة هنعمل كده، مش موجود خلاص احنا بنحط ميه وبنحط مرقه الدجاج، وبغطيها لحد ما الخضار كله يستوي. وبعد كده اضربهم بالهاند بلندر. انا برضو ما بحبش اضرب الخضار كله يكون ناعم، يعني انا بحب الشوربه تكون فيها سنه كده، الخضار يكون واضح معايا، ما يكون خشن سنه بسيط، لان فعلا يا جماعه بيكون طعمه حلو قوي وهو متشوح بالثوم بالشبت والتوابل دي فعلا، زيت الزيتون بيديله طعم تاني. وبعد كده هقوم حاطه لبن في الاخر خالص، ودي اخر خطوه معايا. ممكن نحط كريمه، انا بحب احط كريمه، مش حابين مفيش مشكله، بس الكريمه فعلا بتخلي برضو طعمها كريمي وبيبقى طعمها لذيذ قوي. وبس كده وبألف هنا. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير. باي باي.